أهلاً وسهلاً بيكي في قناتنا. النهاردة هنتكلم عن حاجات مهمة قوي، حاجات لو بدأتي تطبقيها هتغير حياتك خطوة بخطوة. هنتعلم سوا إزاي نطور نفسنا، نزيد ثقتنا، نبني عادات يومية كويسة، ونسيطر على مشاعرنا ونفكر بطريقة أحسن. لو حابة حياتك تتحسن فعلاً، اشتركي في القناة دلوقتي واعملي لايك للفيديو لو عجبك، وخلي تعليقك تحت وشاركينا رأيك وتجربتك علشان كلنا نتعلم ونكبر مع بعض. أول حاجة معانا، اشتغلي على علاقتك بربنا قبل أي حاجة في حياتك. عارفة أكتر حاجة بتفرق في حياة أي ست؟ مش فلوسها ولا شكلها ولا حتى شغلها. أكتر حاجة بتفرق بجد هي علاقتها بربنا. لما علاقتك بربنا تبقى قوية، قلبك بيهدى حتى لو الدنيا ملخبطة. بتعرفي تمشي وانت مطمئنة حتى وانت مش شايفة الطريق كله. اشتغلي على علاقتك بربنا، يعني انك ترجعي له كل ما تتعبي، تكلمي ربنا من قلبك من غير تصنع ولا كلام محفوظ، تقولي له اللي جواكي زي ما هو، وجعك، خوفك وأملك كمان. مش لازم تبقي كاملة عشان تقربي من ربنا. ربنا مش مستني منك الكمال، هو مستني منك الصدق. ابدأي بحاجات بسيطة، ركعة بنية صافية، دعوة من قلبك وانت مخنوقة، استغفار وانت ماشية أو بتشتغلي، قرآن حتى لو آية واحدة بس بتركيز. لما تشتغلي على علاقتك بربنا هتلاقي نفسك أقوى من غير ما تحسي، قراراتك أهدى، قلبك أرحم ونفسك أطول. وساعتها هتفهمي إن اللي مع ربنا عمره ما يخسر، واللي سايب نفسه لربنا ربنا ما يسيبوش أبدا. خلي علاقتك بربنا هي الأساس، وصدقيني كل حاجة بعدها هتتظبط لوحدها. تاني حاجة معانا، اشتغلي على تطوير جوانب الضعف، ما تسيبيهاش تكسرك. كلنا عندنا جوانب ضعف، مفيش حد كامل، بس الفرق الحقيقي بين واحدة بتتقدم وواحدة واقفة مكانها إن دي اشتغلت على ضعفها ودي فضلت تهرب منه. جوانب ضعفك مش عيب، العيب إنك تعيشي عمرك كله مستسلمة ليها أو متخبية ورا جملة أنا كده ومش هتغير. أول خطوة في التطوير إنك تعترفي أنا هنا ضعيفة، أنا محتاجة أتعلم، أنا محتاجة أشتغل على نفسي. مش لازم تبدأي بحاجة كبيرة، ابدأي بحاجة واحدة بس، حاجة مضايقاكي ومؤثرة على حياتك، توترك، خوفك، كسلك، قلة ثقتك في نفسك، أو حتى طريقة كلامك مع اللي حواليكي. التطوير مش بيجي في يوم وليلة، هو خطوات صغيرة بس ثابتة. كل مرة تحاولي حتى لو وقعتي انت كده بتتقربي. ما تستنيش حد يغيرك ولا تستني الظروف تتحسن، انت مسؤولة عن نفسك وعن النسخة الأحسن منك. اشتغلي على جوانب ضعفك، مش علشان تثبتي حاجة لحد، لكن علشان ترتاحي وتحسي انك بتكبري من جواكي قبل أي حاجة. فكري دايما، الضعف اللي ما اشتغلناش عليه بيفضل نقطة ضغط علينا طول عمرنا، لكن الضعف اللي اشتغلنا عليه بيتحول لقوة. تالت حاجة معانا، اشتغلي على تطوير عقليتك وتعلمي لغة تفتح لك أبواب جديدة. قبل ما تغيري شغلك أو ظروفك أو حتى الناس اللي حواليكي، اسألي نفسك سؤال مهم، عقليتي عاملة ازاي؟ العقلية هي اللي بتحدد هتكملي ولا هتقفي، هتتعلمي ولا هتخافي، هتجربي ولا هتفضلي في مكانك. لما تطوري عقليتك بتبطلي تقولي مش بعرف، وتبدأي تقولي هتعلم واحدة واحدة. ومن أحسن الحاجات اللي تطور عقليتك بجد إنك تكتسبي مهارة جديدة، وأقوى مهارة ممكن تبدأي بيها هي تحسين لغتك. اللغة مش بس كلام، اللغة ثقة، حضور وطريقة تفكير. كل ما لغتك كانت أحسن، كل ما قدرتك على التعبير عن نفسك كانت أقوى. ابدأي بحاجة بسيطة، اسمعي محتوى باللغة اللي عايزة تتعلميها، اكتبي كلمات جديدة كل يوم، اتكلمي حتى لو غلطتي. الغلط مش فشل، الغلط تعلم. تحسين اللغة بيغير طريقة تفكيرك، بيوسع دماغك وبيخليكي تشوفي الدنيا من زاوية أوسع. ومع الوقت هتحسي ثقتك زادت، كلامك بقى أوضح، وعقليتك بقت مرنة ومستعدة لأي فرصة. افتكري دايما، العقلية القوية بتتكون من التعلم المستمر، وأي مهارة جديدة بتتعلميها بتقربك خطوة من النسخة الأقوى منك. رابع حاجة معانا، اشتغلي على مهاراتك الاجتماعية، لأنها بتفرق أكتر ما انتي فاكرة. في ناس ذكية ومجتهدة بس فرصهم قليلة، مش علشان مش شاطرين، علشان مش عارفين يتعاملوا مع الناس. المهارات الاجتماعية مش نفاق ولا تمثيل، هي فن إنك تعرفي تتكلمي، تسمعي وتفهمي اللي قدامك. اشتغلي على مهاراتك الاجتماعية، يعني تعرفي تسمعي أكتر ما تتكلمي، تبصي في عين اللي قدامك وانتي بتكلميه، تختاري كلامك وتوقيتك. مش كل موقف محتاج رد، ومش كل كلمة لازم تتقال. الذكاء الاجتماعي إنك تعرفي إمتى تسكتي وإمتى تتكلمي. لو انتي خجولة أو بتتوتري ده مش عيب، العيب إنك تفضلي كده من غير محاولة. ابدأي بخطوات صغيرة، سلمي بثقة، اسألي سؤال بسيط، ابتسمي، الابتسامة بتفتح قلوب. ومع التدريب هتحسي الفرق، كلامك مسموع، وجودك مريح، والناس بتحترمك وبتقدرك أكتر. افتكري إن اللي يعرف يتعامل مع الناس يعرف يعيش مرتاح ويفتح لنفسه فرص عمره ما كان يتخيلها.
خامس حاجة معانا، سيطري على مشاعرك قبل ما هي اللي تسيطر عليكي. مشكلتنا مش إن عندنا مشاعر، المشكلة إننا ساعات بنسيب مشاعرنا تسوقنا، تزعلنا، تعصبنا، وتخلينا نندم على كلام أو تصرفات. السيطرة على المشاعر مش معناها إنك تكتمي نفسك ولا تبقي باردة، لا، معناها إنك تفهمي إحساسك وتتعاملي معاه صح. لما تغضبي ما تتكلميش على طول، خدي نفس، اسكتي شوية. الكلمة اللي بتطلع وقت العصبية ما بترجعش. ولما تزعلي ما تقفليش على نفسك، اعترفي بزعلك، بس ما تخليش الزعل يكسرك أو يقلل منك. سيطري على مشاعرك يعني ما تديش أي حد مفتاح مزاجك، ما تفرحيش قوي على كلمة ولا تنهاريش بسبب تصرف. القوة الحقيقية مش في الصوت العالي ولا في الرد السريع، القوة في الهدوء وفي إنك تختاري ردك مش رد فعلك. ومع الوقت هتكتشفي إن مشاعرك بقت أهدى، قراراتك أذكى، ونفسك بقت أطول في التعامل مع الناس. فكري دايما، اللي يملك مشاعره يملك نفسه، واللي يملك نفسه محدش يقدر يكسره. سادس حاجة معانا، زودي ثقتك بنفسك لأنك تستاهلي تحسي بقيمتك. ثقتك بنفسك مش رفاهية ولا حاجة زيادة عن اللزوم، دي الأساس اللي بيتبني عليه كل حاجة في حياتك. كتير مننا بيستنى كلمة حلوة من حد أو تصرف يدي إحساس بالراحة والأمان، بس الحقيقة إن الإحساس ده لازم يطلع من جواك الأول. زودي ثقتك بنفسك يعني إنك تبصي لنفسك بعين رحيمة، وتبطلي تقارني نفسك بغيرك، وتفهمي إن كل واحدة ليها طريقها وتويتها. مش مطلوب منك تبقي كاملة ولا عمرك ما تغلطي، المطلوب إنك تتعلمي من غلطك من غير ما تقللي من نفسك أو تكسريها. ابدأي بخطوات بسيطة، اتكلمي عن نفسك كويس، اعملي حاجة صغيرة كل يوم وتحسي إنك أنجزتيها. اختاري لبس وكلام وتصرفات تحسسك بالراحة والثبات. ثقتك بنفسك بتبان من غير ما تتكلمي، في صوتك، في وقفتك، وفي طريقة ردودك على الناس. ومع الوقت هتلاحظي فرق كبير، الناس بتعاملك على قد ما انت شايفة نفسك، حدودك بتحترم، وفرص كتير بتجيلك لأنك بقيتي واثقة من نفسك. افتكري دايما، الثقة مش إنك تبقي أحسن من غيرك، الثقة إنك تبقي مؤمنة إنك كفاية وقيمتك مش محتاجة إثبات. سابع حاجة معانا، ابني عادات يومية، لأن اللي بتعمليه كل يوم هو اللي بيشكل حياتك. حياتك مش بتتغير بقرار كبير مرة واحدة، بتتغير بالحاجات الصغيرة اللي بتعمليها كل يوم من غير ما تحسي. عاداتك اليومية هي اللي بتحدد انت متقدمة ولا واقفة، مرتاحة ولا مضغوطة، قريبة من أحلامك ولا بعيدة عنها. ابني عادات يومية يعني تصحي في ميعاد ثابت، تبدأي يومك بهدوء، تعملي حاجة ليكي قبل ما الدنيا تشدك. مش لازم تعملي حاجات كتير، القليل المستمر أحسن من الكتير اللي بيقف. عادة بسيطة بس ثابتة تفرق أكتر من حماس يومين. ابدأي بحاجة واحدة، كوباية مية أول ما تصحي، دعوة صادقة، ترتيب سريرك، 10 دقايق قراءة أو حركة. ومع الوقت هتلاحظي إن يومك بقى أخف، طريقتك في التفكير اختلفت، وإحساسك بالسيطرة على حياتك زاد. لو يوم فات ولقيتي نفسك قصرتي، ما تجلديش نفسك، ارجعي تاني بهدوء من غير يأس. فكري إن العادات اليومية الصغيرة هي اللي بتبني النسخة القوية منك من غير ما تحسي. تامن حاجة معانا، تقبلي نفسك قبل ما تستني قبول من أي حد. أكتر حاجة بتتعبنا مش كلام الناس ولا نظرتهم، أكتر حاجة بتوجع بجد إننا ما نكونش قابلين نفسنا. تقبلي نفسك يعني تحبي نفسك وانتي لسه بتتعلمي، تحترمي نفسك وانتي لسه في الطريق، ما تكسريش نفسك علشان ترضي حد. مش مطلوب منك تبقي كاملة ولا شبه حد تاني، انتي نسخة واحدة وده كفاية. تقبل النفس مش استسلام ولا كسل، تقبل النفس يعني انك تعترفي بعيوبك وتشتغلي عليها من غير قسوة. اعملي سلام مع شكلك، مع صوتك، مع أخطائك القديمة، كل ده كان جزء من رحلتك. لما تتقبلي نفسك كلام الناس هيخف تأثيره، اختياراتك هتبقى أهدى، وثقتك في نفسك هتطلع من جواكي مش من بره. افتكري دايما، اللي مش قابل نفسه عمره ما هيحس بالراحة، واللي اتصالح مع نفسه كسب الدنيا حتى لو الدنيا كانت صعبة. تاسع حاجة معانا، اقري وتعلمي باستمرار عشان عقلك يبقى أقوى منك. النجاح مش بيجي لوحده، ولا حد هيجيب لك كل حاجة على طبق من فضة. العقل اللي بيتغذى بالعلم والمعرفة هو اللي بيكبر ويحقق أكتر. اقري وتعلمي باستمرار يعني ما توقفيش عند مرحلة، سواء كتاب، مقال، فيديو تعليمي، كل حاجة جديدة هتعلمك حاجة. التعلم مش بس في المدرسة أو في الشغل، هو كمان تطوير لنفسك، تغيير طريقة تفكيرك، اكتساب مهارات جديدة، وفهم الناس والدنيا حواليكي أكتر. ابدأي بحاجة بسيطة، كل يوم 10 دقايق قراءة، أو تسمعي بودكاست مفيد، أو تتعلمي كلمة جديدة بلغة تانية. مع الوقت هتحسي بالفرق، دماغك أوسع، قراراتك أذكى، ونظرتك للحياة مختلفة تماما. افتكري دايما، العقل اللي بيتعلم كل يوم ما يعرفش الضعف، واللي مستمر في التعلم عمره ما هيقف. وده كان كل اللي حابين نشاركه معاكي النهاردة. بس افتكري حاجة مهمة جدا، التغيير الحقيقي مش بيجي بين يوم وليلة، هو خطوات صغيرة ثابتة، عادة بعد عادة، قرار بعد قرار. كل مرة تشتغلي فيها على نفسك، على مهارتك، على عقليتك، على ثقتك بنفسك، أو على عاداتك اليومية، انتي بتقربي من النسخة الأفضل والأقوى منك، النسخة اللي تستاهلي تكونيها.
وما تنسيش إن أي رحلة نجاح بتبدأ بخطوة بسيطة، واللي مستمر مش محتاج حافز خارجي، قلبه وطموحه هم اللي بيحركوه. لو حسيتي إن الفيديو فادك وإنك عايزة تغيري حياتك بالفعل، اشتركي في القناة دلوقتي، اعملي لايك للفيديو لو عجبك، وخلي تعليقك تحت وشاركينا رأيك أو تجربتك علشان كلنا نتعلم ونكبر مع بعض ونبني حياة أفضل خطوة بخطوة. افتكري دايما، انتي مش محتاجة حد يقنعك بقيمتك، انتي قيمتك بداخلك، وكل حاجة هتتغير لما تشتغلي على نفسك بصدق وجدية.